السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتكم باور انرجي. معاكم مهندس محمد راجي، والنهاردة هنكمل سلسلة فيديوهات أسئلة الانترفيو، وهنجاوب على واحد من أهم الأسئلة اللي بتتسأل في الانترفيو، وهو إيه الفرق ما بين الRCCB والRCBO. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو عندك أي معلومة حابب إنك تضيفها أو أي سؤال يا ريت تسيبه لنا في الكومنتات. يلا بينا نبدأ الفيديو. واحد من أهم الأسئلة اللي بتتسأل في الانترفيو هو إيه الفرق ما بين الRCCB والRCBO. والحقيقة إن الاتنين عبارة عن سيركت بريكر، والاتنين بيستخدموا في البروتكشن. طب إيه الفرق ما بين الاتنين؟ هو ده اللي احنا هنجاوبه في حلقة النهاردة. فخلينا نبدأ الأول بالRCCB، وهي اختصار لكلمة Residual Current Circuit Breaker. فزي ما هو واضح من اسمه، هو عبارة عن جهاز سيركت بريكر بيستخدم تحديدا في الحماية من الإيرث ليكج اللي هي حالة التسرب الأرضي. وطريقة توصيل الRCCB هي عبارة عن إنه بيتوصل على الفيز والنيوترال. وفكرة عمل الRCCB باختصار هي إنه بيقوم بمقارنة التيارين اللي هم الانكامينج كارنت اللي هو التيار الداخل للحمل عن طريق الفيز كوندكتور، والاوت جوينج كارنت اللي هو التيار الخارج من الحمل عن طريق النيوترال كوندكتور. ففي حالة التشغيل العادية اللي هي حالة الساتيوريشن أو الستيبل، بتكون قيمة الانكامينج كارنت بتساوي الاوت جوينج كارنت، وبالتالي محصلة التيارين بتساوي صفر. ولكن في حالة حدوث الإيرث ليكج اللي هو التسرب الأرضي، بتكون قيمة الاوت جوينج كارنت أقل من قيمة الانكامينج كارنت نتيجة حدوث تسرب لجزء من تيار الانكامينج كارنت. وبالتالي في الحالة دي لو كان الفرق ما بين التيارين الانكامينج كارنت والاوت جوينج كارنت بيساوي او اكبر من القيمة اللي متظبط عليها الRCCB، بيبدأ يدي سيجنال للريلي الموجود جواه علشان يفصل الدايرة ويقطع عنها التيار. ولكن لو كان الفرق ما بين التيارين اقل من القيمة اللي متظبط عليها الRCCB، مش هيحس بيها وتفضل الدايرة شغالة وكأن شيئا لم يكن. طيب ايه هي بقى القيمة اللي في الاغلب دايما الRCCB بيتظبط عليها؟ القيمة اللي الRCCB دايما بيتظبط عليها هي 30 ملي امبير. هتقولي طب اشمعنى القيمة دي تحديدا؟ هقول لك لان ال 30 ملي امبير هي قيمة الليت جو كارنت. طيب ايه هو الليت جو كارنت ده؟ هي القيمة اللي من بعدها ما بيقدرش الانسان يتحكم في حركة عضلاته في حالة لو لمس جسم عليه شحنات كهربية، يعني في حالة لو الانسان اتكهرب. فقبل قيمة ال 30 ملي امبير بيقدر الانسان يبعد نفسه عن الجسم اللي بيكهربه ده، ويقدر يبعد نفسه عن الكهرباء. ولكن لو وصل التيار ل 30 ملي امبير او عدى قيمة ال 30 ملي امبير، ما بيقدرش الانسان يتحكم في عضلاته، وما بيقدرش يفصل نفسه عن المعدة والجهاز اللي بيكهربه. علشان كده دايما الRCCB بيتظبط على قيمة 30 ملي امبير، بحيث ان لو الفرق ما بين الانكامينج كارنت والاوت جوينج كارنت وصل ل 30 ملي امبير، يبدأ يدي سيجنال للريلي علشان يبدأ يفصل الدايرة ويحمي الانسان من خطر الكهرباء لو هو لمس المعدة او لمس الجهاز اللي بقى عليه الشحنات الكهربية دي. طب ده بالنسبة للRCCB. ايه هو بقى الRCBO؟ الRCBO هي اختصار لكلمة Residual Current Circuit Breaker with Over Current Protection. فالRCBO هو عبارة عن جهاز RCCB مضاف إليه Over Current Protection، وبالتالي فالRCBO بيقوم بنفس دور الRCCB بالإضافة لدور السيركت بريكر العادي. وبالتالي فالRCBO هنا بيقوم بوظيفتين رئيسيتين. أول وظيفة اللي هي وظيفة الRCCB، فهو بيقوم برضو بمقارنة الانكامينج كارنت والاوت جوينج كارنت، وفي حالة الإيرث ليكج بيبدأ يدي سيجنال ريلي علشان يفصل الدايرة. والدور الثاني او الوظيفة الثانية اللي بيقوم بيها الRCBO هي دور السيركت بريكر العادي، فهو بيفصل الدايرة في حالة الاوفر كارنت وحالة الشورت سيركت. وبالتالي نقدر نستنتج في النهاية من الدسكشن دي ان الRCBO هو المور ادفانسد فيرجن من الRCCB، وبالتالي فسعر الRCBO بيكون اغلى من سعر الRCCB، لان الRCCB بيحمي في حالة الإيرث ليكج بس،
ولكن الار سي بي او بيحمي في حاله الايرث ليكج وفي حاله الاوفر كارنت وفي حاله الشورت سيركت. فالار سي بي او عباره عن جهازين في جهاز واحد، جهاز ار سي سي بي وجهاز سيركت بريكر عادي، وده اللي بيفسر لنا ارتفاع سعر الار سي بي او عن سعر الار سي سي بي. وبكده يبقى احنا وضحنا ايه هو الار سي سي بي والار سي بي او، وشرحنا فكره عمل كل واحد منهم، ووضحنا ليه الار سي بي او بيكون سعره اغلى من الار سي سي بي، وشرحنا قيمه التيار اللي بيتظبط عليها الار سي سي بي، ووضحنا ليه القيمه دي تحديدا هي اللي بيتظبط عليها الار سي سي بي. وبكده يبقى هي دي الاجابه النموذجيه لسؤال ايه هو الفرق ما بين الار سي سي بي والار سي بي او. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل جرس الاشعارات عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو عندك اي معلومه حابب انك تضيفها او اي سؤال تقدر تسيبه لنا في الكومنتات. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.